أنا طبيبة في سبيطار، جاتنا خطرة واحدة المرأة قطعت لي قلبي، لاباس عليها، كانت تشطح في العرس، ما عندها حتى مرض، هي غير وحدها طاحت وبدات تتنفخ وتتفش، شغل اللي نفخوا فيها بالبومبا. فحصتها ما عندها والو، تحليل عادي، وحالتها مسكينة تحت الصفر، قعدت غير تعيط وتقول قلها تسمح لي، قلها تسمح لي. وبناتها يبكوا ولادها لا فامي كامل. أي تحيرت أنا قلت والله نسقسيهم كاين حاجة وراهم مخبيينها. قلت لهم واش كاين؟ واحدة من بناتها قالت لي باين الشر شار، ومن بعد قالت لي ما كان والو. قلت معليش وخرجت. من بعد زادت حالتها ورجعت نجري عندها وبدات تقول لي جيبي لي مرت ولدي مرت ولدي. قلت لهم من راهي مرت خوكم؟ قالوا لي ما عندناش مطلقه. اي بدات تعيط وتقول جيبوها. قلت لهم عيطوا لها غير شوفوا كيف هديوه. حتى تكلم لي هذا اللي كان متزوجها هو يبكي، قال لي تزوجت. وقلت له ماماك على راهي تحوس عليها كاش ما كاين ما بيناتهم. قال لي نهار المحكمه قالت لماما الله يصعب عليك سكرات الموت من حيث لا تحتسبي. سكت انا وقلت له اعطيني رقمها. عيطت لها وريبوندات عليا وبديت نحكي معاها وسقسي فيها راكي مليحه. قالت لي لاباس بصح شكون انتي؟ ما عرفتكش. قلت لها انا شكون وحكيت لها على هذا الوضع نتاع العجوز. تخيلوا قاعده تتزغرت وقالت لي مازال ما صرا لها والو، هذا غير القليل ودوك نزيد ندعي. وكوبات عليا دموعي في هذيك اللحظه، ما قدرش نتحكم فيهم، طاحوا. وبدا ولد هاد العجوز يبكي ويقول انا ظلمتها، انا سبان تاع ماما. كي شفت حالتهم هكذاك قلت لهم اعطوني رقم والديها باش نحاول معاهم. ايا عيط لباباها، قال لي الله غالب، كل يوم نحاولوا معاها وما حبتش، وحتى دراهم اللي عطوها لها تعويض نتاع الطلاق تبرعت بيها للمسجد صدقه بهت الصعاب عليهم سكرات الموت. تماك صايمه فشلت ديريكت، قعدت في ضرد قلت لهم ديروا حل. حتى جا عندي طفل صغير قال لي نقول لك وشنو هو المشكل مع مرت خويا؟ قال لي اتهموها في الشرف نتاعها وسرقوها وشوهوا سمعه نتاعها بلا كدب. عاودت عيط لها ريبوندات عليا وقالت لي اذا عندك واتساب افتحي كاميرا نوري لك وين راني. فتحت الكاميرا يقابلني منظر الله يبارك في دبي. قالت لي شوفي العداله الالهيه كيفاه وقولي لهم مازال يصرى لكم كيفها كامل. قلت لها رايحة تموت المسكينة؟ قالت لي لا مازال رايحة تتعذب وتتمنى الموت وما يجيهاش، وبناتها رايح يبقاو عبرة وولادها يبقاو في صدمة العمر من الموقف. وقالت لي غير ما كان علاه ديري لها الدواء مش رايح يفيدها. والله غير صح، أنا ندير لبرا يخرج المفعول نتاعها. اليوم فاتت 10 أيام ومازال باقية في نفس الحالة، راهي تتعذب مسكينة. من هذا المنبر حبيت نقول لكم اتقوا الله في بنات الناس. واحد الحالات تجينا ما نقدرش نوصف لكم غير من الصدمات والمشاكل نتاع الناس. الله يهدينا ويصلح أحوالنا.